دمشيلي فريقه. عموما القحطاني ياسر القحطاني وعبد الله العنزي. الركله الاولى للهلال في المرمى، في المرمى حطها ياسر بخبرته بذكائه بفطنته. الان حسني عبد ربه سيتقدم لصالح النصر. راح الضغط الان على الهلاليين الى النصراويين. حسني عبد ربه هو اللي راح يسدد الركله الاولى، وعبد الله ستيري في مرماه. حسني للنصر، حسني ضيعها. حسني عبد ربه الى خارج المنطقه ويسجد لله شاكرا وحامدا على ما حدث في اللقطه الماضيه، وبالتالي الان للهلال الافضليه، للهلال الافضليه. سجل من اول ركله ياسر، واهدر حسني عبد ربه الركله الاولى. اوزية المدافع البرازيلي هو اللي راح يسدد. عبد الله سديري نفس حركه محمد الدعيع ايام ركلات الترجيح، لو تلاحظوا نفس الحركه. عبد الله العنزي اوزية، عبد الله يهز المرمى، هز عبد الله اوزية، اوزية بيلعبها في المرمى، يسجل الركله الثانيه للهلال الذي يرمي بكل الحمل على عاتق ابراهيم غالب الان، ويسجل من الركله الثانيه، يسجل من الركله الثانيه. وابراهيم غالب في موقف صعب للغايه، موقف صعب للغايه. ابراهيم غالب وعبد الله سديري في المرمى. غالب الليزر 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 على عيون حارس المرمى. ابراهيم غالب في المرمى، الله حطها حلوه غالب، حطها حول ال90 غالب. ومين اللي يغلب الليله؟ الليله من اللي يغلب؟ حطها يا غالب وهو غامر فيها، وداها صوب ال90، صوب ال90، حطها حلوه. محمد مسعد وعبد الله العنزي. عبد الله العنزي وده يوتر شوي محمد مسعد، لكن مطلوب من الحكم اكثر حسمه في مثل هذه اللقطات. مسعد، هل يسعد؟ وعبد الله في مرماه. مسعد بيلعبها وبيشيلها عبد الله العنزي. عبد الله يريد ان يكمل النجوميه. عبد الله العنزي يتصدى لركله ترجيحيه، ومن خلالها تاتي الفرصه للنصر عن طريق اليوناني لمعادله النتيجه، الا اذا كان الستيري كلمه. محمد مسعد اذا يهدر ركله ترجيحيه، يهدر ركله ترجيحيه. الان انجيلوس بيضيعها. عبد الله ستيري ويقول لي العنزي ما بروحك ولا لوحدك، ترى ستيري موجود. شالها عبد الله ايضا، وعادت الافضليه للهلال. ومحمد الشلهوب الان هو اللي راح يتقدم، هو اللي راح يتقدم. محمد الشلهوب في افضليه ركله للهلال. شوف اذا الهلال سجل الان من خلال هذه الركله سيصبح قاب قوسين او ادنى من التتويج بهذه البطوله. عبد الله العنزي لا زال يمارس ضغوطه على لاعبي الهلال، ومحمد الشلهوب هو اللي راح يشوت. زلاتكم وين قاعد؟
قعدت المباراة خلاص، ما عاد فيها أعصاب. قعد الريال، قعد الشلهوب وعبد الله العنزي. محمد شلهوب بيلعبها في المرمى، اقترب الزعيم كثيرا لأنه ينتظر من ركلتي النصر إما ضياع وحده وإما تسجيل الركلة الأخيرة، وحسين عبد الغني الآن هو اللي راح يتقدم. حسين عبد الغني، بات الهلال قريبا من السادسة على التوالي للرقم القياسي، أمام الآن من خلال 3 ركلات ترجيحية، ركلتين للنصر، ركلة للهلال، تكون الأفضلية للهلال بدرجة كبيرة جدا. حسين إذا ضيعها الآن قولوا للزعيم مبروك، باركوا للهلال إذا ضيع ومددوها إذا سجل. حسين عبد الغني في المرمى، يا سلام، حطها حسين. نواف العابد، نواف العابد، ركلة الحسم للزعيم، ركلة البطولة يا هلال، ركلة من خلالها يريد الهلال حسم الموقف تماما. عبد الله العنزي في مرماه، ونواف العابد الآن أمام فرصة تاريخية للهلال. ركلة بيبي العابد، نواف، البطولة للهلال، يا سلام، الزعيم كمان وكمان، الزعيم يحطم كل الأرقام، الزعيم يتوج بالبطولة السادسة على التوالي كرقم قياسي فريد من نوعه، والبطولة رقم 12. مبروك يا الهلال، مبروك يا الزعيم، مبروك يا الموج، مبروك لمحبيه لعشاقه، حتى في أسوأ مواسمهم يأبى الزعيم أن يخرج بدون بطولة. بركلات الترجيح توج على حساب شقيقه نادي النصر، واعلن من خلاله عن تتويجه بطلا للبطوله رقم 38 لبطولات كاس ولي العهد في النسخه رقم 38، ويتوج بطلا للبطوله رقم 12، ويعلن عن فوزه بالبطوله السادسه على التوالي، وينفرد الكابتن محمد الشلهوب ب25 بطوله في تاريخه كلاعب، و10 بطولات لكاس ولي العهد. ولكن في الجانب الآخر ما قصرت يا نصر، فعودتك عثرة المسابقة، عودتك عودة فيها هيبة، فيها جمهور، فيها تاريخ يا نصر. عدت والعود أحمد، البطل سيكون في النهاية واحد، والواحد هذا هو الهلال الذي توج بالبطولة. من القلب أيها الأحبة الكرام نبارك للهلال، ومن القلب أيضا نطيب خاطر النصراويين ونقول لهم أديتوا ما عليكم وفعلتوا كل ما عليكم وأثريتم هذه البطولة. شكرا لجماهير الزعيم، شكرا لجماهير